رجاله اولى ثانوي، الرجاله المظابيط، الناس التمام، عاملين ايه؟ مبدئيا كده احنا هنتكلم على نشأة الفلسفه، وقد ايه اسئلتها بالنسبه لك لو انت مش بتركز في اللي بنقوله صعبه، خصوصا ان دي الحصه اللي من غير سندات، فاكرها انت؟ ايوه كده يا صاحبي، ارجع باللي بنقوله بقى في الملخص وافتكر اللي انت عايزه. تحت في الديسكريبشن، تحت الاسم على طول هتلاقي لينكين، لينك فيه كل فيديوهات الحل ولينك فيه كل الملخصات. وما تنساش لو انت على اليوتيوب تعالى يلا بينا. بص يا عم، السؤال الاولاني بقى بيقول لك: لقد رد الفيلسوف امبازوقليطس اصل الاشياء الى ثلاثه مبادئ هي الماء الهواء. بدل ما اصل الشيء يبقى الخلق جه ازاي، فالخلق جه ازاي ده كلام اليونان القديم. ده كده السؤال الثاني قال لك: هانز يوناس فيلسوف تناولت فلسفته الاحتفاظ برقابه دايمه للتغيرات الناتجه عن التكنولوجيا واللي بتاثر على حياه. الراجل ده بيحل مشاكل عصر راهن. السؤال الثالث: الفلسفة في أوسع معانيها هي التي تعتمد على الاختيار والنظر والتأويل وعلى ترتيب الحقائق الذهنية الشاملة. يا سلام يا سلام، ده الاتجاه الأولاني ده أوسع المعاني، العلم الكلي. السؤال الرابع قال لك: الفلسفة نشاط عقلي يهدف من خلاله الفرد إلى فحص منظم للمعتقدات المتعمقة الواعية فتنمي تفكيره. طبعا اللي مش شايف يرجع للPDF اللي احنا بنبعتها على الجروبات، ولو انت مش في الجروبات ابعت ونقول ندخلك عادي، ما عندناش مشكلة. ورؤية الأشياء وفقا لعلاقتها الصحيحة. جميل، يبقى احنا هنا بنتكلم عن الفلسفة كوجهة نظر. السؤال الخامس بيقول لك: أبرز الموضوعات اللي دارت حواليها فلسفة في العصر ده هي الألوهية. دين اخلاق وحكمه، ادينا قلنا حاجه من غير ما نقصد. السؤال السادس بيقول لك: تجاوزت نظرتهم في الوجود من حيث الصوره الماديه وانشأوا العلوم في صورتها العقليه الخالصه. واخد لي بالك انت؟ كان فيها خبط كده، واخد بالك انت؟ يا ريتك تكون بتذاكر وبتقرا. فيبقى دول المين؟ اليوناني يا فنان. السؤال السابع قال لك: التمس الفكر الفلسفي ليسند بها حاجة عملية أو يشبع بها عقيدة. دين يعني دين 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 دين. السؤال الثامن قال لك: كل إنسان ليه رأي. سبحان الله سبحان الله، تنمي اتجاهه وقيمه. طيب يبقى هنا فلسفة دي هي دي ودي الثلاثة ألف جيم دال، الثلاثة من الاتجاه الأول. فيبقى احنا هنا بنتكلم عن الاتجاه الثاني. وخد بالك، فرق لي تحت في الكومنتات بين تعريف الفلسفه كلغه وتعريف الفلسفه الاتجاه الاول والاتجاه الثاني. شوف اجابتك تحت في الكومنتات. السؤال التاسع: من اهتماماتها القضايا اللي بنعيشها. يا سلام، حياتنا حبيب اخوك. السؤال العاشر بيقول لك: الفلسفه هي اللي بتدرس الوجود في صورته الكليه. كليه على بعض يبقى علم علوم. طبعا انت لو بتركز الحصه اللي من غير سندات اهي اخويا سوي العجل. سؤال 11: يقول احد الفلاسفه: يجب الا يهمل الانسان التعليم والتعلم، يجب الا يهمل الانسان واجباته. يجب. بص، اليونان هي سبارتا هي اثينا. هنا قال لك الالهه، فاحنا بنتكلم عن حضارات شرق قديم، فدي بلاد فارس. مجموعة الأنشطة الفكرية والتي تسمى تفلسفا رؤية خاصة وجهة نظر. يبقى نظري نسبي، وجهة نظر يا صاحبي. وكتاب الله هي الأسئلة بتقول زي ما بنقول لك، بس أنت اللي ما بتركزش. أصل هتقول إيه تاني؟ هي هتعمل إيه يعني؟ هو التعريف وجهة نظر، خلصت أهي، نسبية بتتغير. سؤال 13: تميل الفلسفة إلى التدقيق في كل شيء بالتفصيل والبحث عن ماهية الأشياء ومختلف مظاهرها وقوانينها. فده التعريف. سؤال 14: يقول ديكارت ان اختلاف ارائنا ووجهات نظر مختلفة يبقى احنا بندور على النسبية. سؤال 15: يقول جوستان غاردر: الفلسفة لم تكن يوما لعبة اجتماعية، انما تتحدث عن من نكون نحن ومن اين جئنا. احنا مين؟ بص يا صاحبي،
لو بصيت هتلاقيهم كلهم الرافدين اللي هي بلاد العراق، فارس، بابل، كل دول من حته واحده، يعني اصلا الاغريق. سؤال 16. قول جون لوك: قاتل بالقلم ما تخلقش اللي ينفسني، كرامتك لقمه تتقسم لي، ما تتشالش من تحت ضرسي، مؤذي وما بتفهمش، يحبطها اقطع ورق شجرك. الفنان حام قال كده. نرجع تاني للسؤال عادي. قال لك قول جون لوك: لو كان الناس يولدون وفي عقولهم افكار فطريه لتساووا في المعرفه، لكن اصلا معنى الكلمه ان الناس مش متساويين، الناس في اختلافات. يبقى ده نظري نسبي. سؤال 17. يقول الفيلسوف، واتحداك تقول اسمه تحت في الكومنتات. اقرا كده. ايوه اقرا. مش عارف طبعا، مش عارف. إلى إن الهواء هو المبدأ اللي بيصدر عنه الأشياء جميعا، فالهواء هو نفس العالم ونفس وعلته ووحدته. أسباب. السؤال 18. والله أنا ما هقرا السؤال. بص كده، بالله عليك دي أسئلة، بالله عليك دي أسئلة. أنا ما قريتش السؤال أصلا. بعيد عننا، لو قريت السؤال أصلا هلاقي حاجة ليها علاقة بزمان برضه، فاهم؟ بس أنا مش هقرا عشان دي أسئلة تعبانة دي. سؤال 19. نعت الحكماء ما قريتش يا صاحبي هي مش مستاهله. سؤال 20. ارجع سؤال 20. مالك ما تخافش. الفلسفه هي البحث باعتباره مكون واحد كله في بعضه. يبقى علم كلي. شفت حركه. سؤال 21. الفلسفه التطبيقيه هي فرع فلسفي وجانب من جوانب الفلسفه يقوم باستخدام الطرح بتاع المنهج الفلسفي للمعالجه وموضوعات ليست فلسفيه بالاساس. طبعا انت بتقرا الكلام ده تحس ان الدنيا صعبه. ما بيقول لك ده بيستخدم علشان يعالج معالجه. يبقى في مشكله. ازاي نواجه مشاكلنا الحياتيه او القضايا الحياتيه. تعبت. سؤال 23. الفلسفة هي التماس من علي معلول والقاضية ممكن. تحية لكل الأهلاوية طبعا، إخواتي وي علي وي. طبعا اللي مش عارف أنا بقول إيه يبقى مش أهلاوي. هدف القاضية. المهم، الفلسفة هي التماس المعرفة لهويتها، فيتجه فيها العقل عن كشف الحقائق بباعث من اللذة العقلية دون أن تدفعه إلى ذلك أغراض عملية أو غايات دينية. يعني هو مش شغال هو كله في ماشي. يبقى طبعا ارجع عشان تفتكر. سؤال 24. تعريف أرسطو للفضيلة على إنها وسط بين رذيلتين، يعني أنت بين الرذيلة دي والرذيلة دي قاعد في النص، تبقى أنت في فضيلة. الله عليك يا عم أرسطو، بتقول حاجات غريبة جدا. فهو يقصد حياتنا. اكيد مش بحث عن العيله القريبه، مش بيقول لك ده عن العالم. يا صاحبي هي سنس المساله عايزه لغه عربيه وسنس. سؤال 25. تقول يمنى طريف الخولي: كانت الفلسفه قديما الام الرؤوم، كانت كله علم كلي. ايه السؤال 26؟ طب بعدين بقى. التفكير فيما ستؤول إليه كل زوار. إيه اللي جاي؟ ده طابع عقلي خالص. أحبك في اليوناني بس مش الزبادي، ماشي؟ شمس الزبادي. سنة 28. شهدت مجموعة من الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي والسياسي وساهمت في ابتكار المؤسسات السياسية اللي سميت بدولة المدينة، وبالتالي نقلت الفكر إلى ما هو تجريدي عوضا عن ما هو محسوس. أنا قريت السؤال ليه؟ ليه؟ قريت السؤال ليه؟ الحكمة الفلسفية الحقة
تتجلى في جانب العمل السلوكي والتطبيق، ليكون العمل والتطبيق كل واحد زي ما يشوف بقى، فدي بتختلف من واحد للتاني، فيبقى تعريف نسبي. الفلسفة التي نشأت واستمرت بالاعتماد. والله تعبت من الأسئلة دي، يعني أنا هفضل أحل الأسئلة دي أسئلة تتحل؟ بالله عليك دي أسئلة؟ عشان كده صاحبي فرق لي تحت في الكومنتات بين مهارات التفكير الناقد ومهارات التفكير الإبداعي. اصحى معانا كده، ما تنامش، أنا ما باكلش كرانش. سؤال 31 بيقول لك: اختلفت أنا وزميلي حول موضوع ما، فعرضني بمجموعة من الأدلة اللي ثبتت خطأي وتؤكد صواب رأيه، فقبلت رأيه ووافقت عليه. ليه بقى؟ عشان الراجل ده عنده وجهة نظر. عنده ايه؟ وجهة نظر وخص وجزر. سؤال 32 صاحبي صديقي ما تتضايقش، اوعى تتضايق، القلش لسه جاي. ان رؤية الفيلسوف للموضوعات المختلفة كالسياسة والاخلاق والجمال بتتشكل وفق اللي هو بيشوفه. طب ما يبقى بالتالي وجهات نظر مختلفة متباينة. سؤال 33 وضع هيراكليتس وأمبازوكليتس ورجالة كتير قوي نظرية التغير الدائم، حيث يرى أن التغير هو السمة الأساسية للكون، حيث قال: لا يمكنك أن تنزل في نفس النهر مرتين. انت عقبال ما تنزل هنا النهر هيمشي، مش هيستناك، فبالتالي احنا بنتغير. فيبقى هنا بيتكلم عن الفلسفة في عصر مين؟ اهم. سؤال 34 الفلسفة الهندية نشأت عنها نظريات تؤكد على أهمية الأفعال وتأثيرها في حاضره ومستقبله، تؤدي عن النتائج جيدة وأفعال سيئة تؤدي النتائج سيئة. أصل الهند فلسفة قديمة، يبقى شارع قديم. سؤال 35 اعتمد هانز يوناس في فلسفته على الاحتفاظ برقابة دائمة للتغيرات الناتجة عن التكنولوجيا والتي تؤثر سلبا على حياتنا. طب ما أنا السؤال ده لسه حلينه من شوية، في إيه؟ هي ليه الأسئلة بتتعاد؟ حاسس ان احنا في اسئله بلس 2، عارفها؟ زي CBC بلس 2 اللي بتيجي بعدها بساعتين دي. سؤال 36 دعت سيمون دي بوليفار الى تحرير المراه من القيود الاجتماعيه والثقافيه في فتره ما بعد الحرب العالميه الثانيه. هنا الولايه دي قالت ايه؟ قالت وجهه نظرها، رايها كشريات صدفيات. سؤال 37 بيقول لك: فلاسفه ومفكرين عدوا الماديه، بصوا لبعيد، يبقى اليونانيين القدماء. ليه؟ بصوا السلام، كان في خط تحت ماشي. سؤال 38 يتلخص المذهب الاخلاقي والسياسي عند كونفوشيوس. اصلا خلصت. ده مكتوب مثال يا اخي، مكتوب مثال يا اخي. دع زرادشت يقول: احد الحكماء يجب اسئله متعبه، اسئله امشي هكمل. هو ايه اللي امشي؟ مش همشي، انا قاعد. بالمناسبه اكتب لي خطوات الابداع تحت في الكومنتات، الاربع مراحل. سؤال 41 يقول إرني نايس في مذهبه الفلسفي بتاع الأيكولوجيا العميقة. يا مناهج تالتة ثانوي اللي اتشالت. المهم بيقول، طبعا عايش نوستالجيا دلوقتي، بفتكر بقى الدفعات القديمة وبفكر في الدفعات الجديدة، ولو أنا على اليوتيوب بشترك على القناة من أجل البحث بعمق في البيئة وضرورة الاهتمام. طب ما الراجل ده بينظم حياتنا، بيحل لنا مشاكل. إيه ده؟ القلم كان خلص ولا إيه؟ سؤال 42 تعددت الديانات في أحد والله من غير ما تقرأ الأسئلة الموضوع. سؤال كام ده؟ عشان الناس اللي فاتحه. سؤال 43 يقول احد الحكماء ان رساله الفلسفه ليست حكمه في ذاتها، ولكنها حكمه مقترنه بالعمل. اشتغل ولا
الكلمة بتقول اشتغل ولا، فبما ان احنا هنشتغل ولا، هينفع نقعد ساكتين ولا هنكتب في الكومنتات؟ شكلك مش عايز تكتب. فرق لي بين الفلسفة والدين والعلم التلاتة من حيث الموضوع والمنهج والغاية. السؤال ده بالذات هركز معاك عشان اشوفك انت مركز معانا ولا لا. انزل ولا. سؤال 44. فرع فلسفي حديث وجانب من جوانب الفلسفة يقوم باستخدام ما احنا لسه حلينه واكلين وراه رغيفين فينه. يقول لك يقول احد الحكماء لينظر الجميع الى الشمس. ايه ده لسه حلينه برضه. ما دي كانت مصر القديمه. هو يعني لما غير لي، ما هي اليونان واثينا وسبارتا من حته واحده برضه. في ايه يا سبحان الله؟ تهتم بالقضايا اللي بنعيشها. رهنا. سؤال 47. ظهرت الفلسفه لعده عوامل منها زياده وعي الناس وعدم القبول. يا دي النيله ما لسه حلينه. والله لسه حلينهم. سؤال 48. الاتجاه يا دي النيله ما ده لسه حلينه. الاسئله متكرره ولا ايه؟ دي الاسئله متكرره ولا ايه؟ يلا مش مهم. وانتهت رحلتنا في كوكب اكشن. كان معكم مستر ابراهيم ابو بكر، ودي قناه ابرا على اليوتيوب. سلام يا صديقي. يكتشف الغامض والمثير.